سلام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا جدا. اوكي، فيديو النهارده هيكون اول فيديو اعمله لروتيني الليلي في الاجازه. بصراحه مفيش حاجات كتيره قوي بعملها في روتيني الليلي، يعني بيبقى بسيط وهادي. مش عارفه الفيديو ده بصراحه هياخد مني قد ايه، بس تعالوا مع بعض نكتشف روتيننا الليلي بيكون عامل ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان نكبر ان شاء الله. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس اي حاجه انتوا حابين تعرفوها عني، او اي حاجه من الفيديوهات اللي حابينها تكون موجوده الفتره الجايه باذن الله تعالى. نبتدي بروتيننا الليلي. اوكي، روتيننا الليلي بيبتدي ازاي؟ حرفيا اول حاجه بعملها اني باخد دش، ده خصوصا في الصيف. روتيني الليلي في الصيف مختلف جدا عن اللي في الشتاء، يعني مش بنسبه كبيره بس بيبقى مختلف من ناحيه الشاور اللي باخده حرفيا كل يوم في الصيف، نظرا لان الجو حر جدا 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 جدا، واحنا في شهر خلاص 7، يعتبر خلاص داخلين على شهر 7. فطبعا عارفين قد ايه شهر 7 قد ايه حر. فبنبتدي يومي بالليل باني لازم اخد شاور حتى بعد الشاور اللي بكون واخداه الصبح. فخلونا دلوقتي نطلع الطقم اللي احنا هنلبسه، ونجهز السكين كير بتاعنا، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. رجعت لكم بعد الشاور. خلوني دلوقتي اقول لكم على الحاجات اللي بستخدمها بعد الشاور على طول. طبعا انا مش شايفه اي حاجه، حرفيا انا ببص كده ومش عارفه اذا كنت ببص صح ولا لا، بس عشان انا مش لابسه النضاره وانا شخص نظره ضعيف جدا. حصل خير، مش مهم. المهم خلونا نبتدي باول حاجه، وهي مزيل العرق من بوبانا. جدا كل منتجات بوبانا تخص مزيل العرق والبادي سبلاش. حرفيا قبل كده بادي سبلاش من بوبانا وكان تحفه، حرفيا ريحته كانت حلوه جدا، وكمان مش من اللي هو بتظهر قوي، وفي نفس الوقت بيعطر الجسم وبيخليه منتعش كده. بس للاسف انا مش لاقيه في اي حته تاني، ودي حاجه مأساويه، بس هنعمل ايه؟ هحاول اني الاقيه، يعني انا بحاول بجد بكل الطرق اني ادور عليه. المهم انا بستخدم مزيل العرق من بوبانا. انا بستخدم اللي هو كان لونه ازرق ده، قبل كده قلت لكم عليه في مشتريات العيد، فلو انتوا ما شفتوش الفيديو ده روحوا شوفوا الفيديو. ناحيه ان هو بيحافظ ان ما يكونش فيه عرق بشكل كبير جدا بجد والله، فانا انصح بمنتجات بوبانا خصوصا لمزيل عرق. برضو في مشتريات العيد قبل كده ان هي زي الكريم بتاع مزيل العرق ده برضو كويس جدا، فانصحكم بيها. المهم خلينا في تاني حاجه دلوقتي بنستخدمها بعد الشاور، وهو البادي سبلاش. مهم جدا بالنسبه لي ان احطه في البيت خصوصا بعد الشاور، لان بجد بحس ان هو بيعمل انتعاش كبير جدا، تحس ان انت محافظ على نفسك كده طول اليوم. فبجد البادي سبلاش مهم جدا. فانا النوع ده بستخدمه بقالي اعتقد اكتر من 3 شهور، وحقيقي ريحته تحفه، وكمان بيخلي الجسم ريحته منتعشه وكده. مش عارفه بصراحه هو ايه، يعني انا هوريكم احسن الماركه، مش عارفه اذا كان الفوكس معمول كويس وباينه ولا لا، بس ما علينا. انا بستخدم اللي هو ده. انا مش عارفه، انا بجيبه من مكان هنا عادي جنبنا، فمش عارفه اذا كان بيتباع في حتت معروفه ولا لا، فهو ده اللي انا بستخدمه. طبعا اللي كنت بستخدمه برضو اللي هو من شركه بوبانا اللي قلت لكم عليه، وحقيقي كان تحفه، بس انا مش لاقياه ودي حاجه محزناني. المهم خلونا نروح لثالث حاجه معانا، وهو طبعا منتجات لونا لترطيب الجسم. فبجد لونا من اروع المنتجات اللي انا استخدمتها على مدار حياتي كلها بجد والله. يعني لونا حقيقي بالنسبه لترطيب الايدين، الرجل لما بتكون متشققه وفي نفس الوقت بيبقى فيها نشوفيه مش طبيعيه، حرفيا انصح بمنتجات لونا كلها. يعني لونا بجد من اجمل الحاجات الطبيه والمرطبه للجسم اللي استخدمتها في حياتي. فبجد بحب ان انا جدا بعد الشاور استخدمها، لانها حقيقي بترطب الجسم بشكل كبير جدا. فهنا مثلا عندنا اللي هو بالكاكاو بيتر. انصح اي حد يجيب منتجات لونا، واعتقد انا اتكلمت في فيديوهاتي كلها على منتجات لونا. دلوقتي بقى نبتدي بمرطب البشره بتاعتنا.
اول حاجه بستخدمها وهو غسول ريجينكس. غسول ريجينكس حرفيا من اروع الحاجات اللي انا استخدمتها لغايه دلوقتي. بقالي 8 ايام بستخدم منتجات ريجينكس وحقيقي فرقت معايا. حاجات كنت بصراحه محتاجه انها تروح من بشرتي، خصوصا ان انا بشرتي بشره دهنيه بشكل مش طبيعي، وخصوصا عندي في المنطقه اللي هي دي. بجد انا عندي هنا ده بتبقى دهنيه بشكل مش طبيعي خالص. فغسول ريجينكس فرق معايا جدا بانه خلى الدهون دي ما تتفرس بشكل كبير، وبجد لقيت نتيجه فعلا. انا بقالي اكتر اهو من 10 دقايق، اكتر من 10 دقايق بجد طالعه غاسله وشي من غير لسه ما حطيتش اي برودكت تانية على وشي. بس بجد انا لغايه دلوقتي مفيش الدهون اللي كانت بتتفرز خلال 3 دقايق واقل. طول الدهون دي كانت بتتفرز والاقيها ملت وشي من غير ما احط مرطب، من غير ما استخدم اي برودكت. كنت بحس بمعاناه بجد. فكانت الدهون دي بتسبب لي الرؤوس السوداء الكتيره قوي اللي هي في المنطقه اللي هنا دي، وفي نفس الوقت بتسبب لي حبوب جامده. كانت بجد بعاني منها بشكل كبير. انا لسه الحبوب ما اتعالجتش منها بشكل كبير، لسه ما زالت. مش عارفه اذا كانت باينه ليكوا قدام الكاميرا ولا لا، بس انا بجد لسه الحبوب ما زالت زي ما هي. بس من ناحيه افراز الدهون وانها خفت عن الاول بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، ثم غسول ريجينكس بجد هو ريحني جدا في تنظيف بشرتي. بينظفها بعمق شديد، بيحاول يخلصني من كل الدهون اللي كانت موجوده في وشي بشكل كبير قوي. بستخدمها بالليل فقط، وهو السيرم الليلي من ريجينكس. السيرم ده بقى بجد تحفه 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 في ترطيبه بشكل كبير. بجد والله هو بجد بينظف البشره برضو من الدهون، ويحاول ان هو يظبط افراز الدهون ما تتفرز برضو بشكل كبير مع غسول ريجينكس. وتاني حاجه ان هو بيرطب بشكل كبير او بيخليكوا حاسين بترطيب عالي جدا في بشرتكم. ما بحتاجش ان هو لا انا حاسه ان في حاجه ناشفه في وشي، لا انا حاسه ان وشي مش مترطب، لا بجد بيقعد فتره كبيره قوي مرطب وشي. يعني مثلا لو استخدمته دلوقتي من بعد صلاه العشاء مثلا لحد الفجر، لا انا فعلا بشرتي مترطبه ومش ببقى محتاجه اللي هو لا انا حاسه بجفاف ولا حاجه. انا دلوقتي نستخدمه ولا عارفه ازاي دلوقتي هحطه في وشي، بس انا دلوقتي هنزل كده حبه على وشي ونعمل كده ونبدا نحط. مش عارفه اذا كان باين، انا ببص للكاميرا فهتلاقوا نظرتي غريبه حبه. حرفيا بيبقى تحسوه ملزق كده في الاول، بعدين تحسوا ان التلزيقه دي اختفت وفي راحه مش طبيعيه قوي في الوش بجد. طيب نسيبه ينشف شويه، مش هحط المرطب على طول، لازم اسيبه ينشف شويه عشان يكون امتص الوش بشكل كويس وجف كده على الوش. تاني حاجه خلونا نتكلم عنها وهي مرطب ريجينكس. بجد المرطب ده تحفه، مختلف جدا عن المرطبات اللي استخدمتها على مدار حياتي. من حيث انا كنت بستخدمها على وشي بتفضل موجوده من غير ما وشي يمتصها، فاحس انها بتسيح من على وشي، حرفيا بتضايقني جدا. وكنت بحس ان انا طب ايوه انا عملت ايه؟ فين المرطب اللي المفروض وشي ياخده كده ويبقى مرطب وشي طول الوقت، مش احس ان هو بيسيح وبيروح من على وشي؟ دي مش حاجه كانت بتبقى مريحه نهائي. بجد مرطب ريجينكس من اروع المرطبات اللي انا استخدمتها. هو البشره تروح ممتصه بس بيفضل محافظ على ترطيب الوش، مش احس انه بيسيح. مش مجرد ما يكون مثلا في الحر احس ان انا عرقت جامد، احس ان كل البرودكت دي ساحت من على وشي. دي مش حاجه حلوه نهائي. لا بجد منتجات ريجينكس البشره بتمتصها بشكل حلو، وفي نفس الوقت تفضل محافظه على الرطوبه، في كده راحه على البشره. سيرم جف من على وشي حرفيا دلوقتي مش هتلاقوا التلزيق اللي كان موجود في الاول، فبجد دي حاجه مريحه جدا. فخلونا نستخدم المرطب حاليا. انا مش شايفه حاجه بس كده نكون حطينا المرطب كمان.
بجد حاسه بفرق شاسع جدا من اول ما خرجت من الحمام لغايه ما حطيت المرطبات. مش عارفه اذا كان باين ليكوا ولا لا، بس بجد حاسه بترطيب كويس جدا في بشرتي. زي ما قلت لكم بشرتي مرطبه لاطول فتره ممكنه. بستخدم مجموعه ريجينكس كلها سواء في الروتين الليلي او الروتين النهاري. لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هقول لكم على النتيجه ايه هي. بس مش ناقص غير ان احنا نحط كمان مرطب الشفايف من لونه طبعا بشكل كبير جدا. احنا عارفين قد ايه هو ليه ما بيطلعش. نلبس بقى النضاره عشان انا كده ايه خلاص يعني رجعت اشوف الحمد لله. حقيقي حياتي كلها متلخصه وواقفه على نضارتي. انا بحب نضارتي جدا. من الحاجات اللي بعملها برضو في الروتين الليلي بقرأ الورد بتاعي الصبح، فبيبقى افضل بالنسبه لي طبعا ان انا ابتدي يومي بان انا اقرا القرآن، ولو انا ما قريتهوش فبختم اليوم بالقرآن. فدلوقتي هقعد اقرا الورد بتاعي لان للحزب يعني مثلا من العلامه دي للعلامه اللي بعدها، فكده اكون قريت ورد حزب يومي اواظب عليه على قد ما بقدر. بحاول بجد اني اواظب على كده، فادعوا لي ان انا اقدر اواظب عليها، وانصحكم كمان ان انتوا ان شاء الله تواظبوا عليها. اوكي، في نهاية اليوم حرفيا ببقى قاعدة اما اسمع حاجة على اليوتيوب، بقعد اعمل اديت لاي فيديو مفروض ينزل لكم على اليوتيوب وكده. فده مختصر روتين الليلي بجد بتاعي. يعني كل حاجة مهم كبير قوي مني بالنهار عشان بالليل يبقى حاجة بسيطة، والمهم ان اكون عملت العناية اللي خاصة ببشرتي واعرف ادخل انام بكل راحة. روتيني الليلي يا رب تكونوا حبيتوه وعجبكم. انا بحبكم جدا واستمتعت جدا في الفيديو ده معاكم، وقولوا لي لو حابين تشوفوا كمان روتيني النهاري فاكتبوا لي تحت في الكومنتس. انا ناهي الفيديو ده على كده لان الجو حر جدا وانا قافله المروحه عشانكم عشان ما يطلعش صوت في الفيديو، وللاسف في برضه اصوات حواليا فبعتذر جدا عن الدوشه ده. على كده بحبكم قوي 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 قوي. ما تنسوش تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، وكمان ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم جدا قوي. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.